مسألة المذهب تو في حد ذاتها، احنا توا خرجنا من اللامذهبية ودخلنا في المذهب. باش ارجع باش يجيبها كي دخل المسجد بعد صلاة العصر، قال لك انا توا كان مانيش باش نصلي ركعتين، باش يقولوا لي صلي ركعتين. فصلى ركعتين، فبعد ما صلى ركعتين قالوا له علاش صليت ركعتين؟ لو بعد العصر ما نصليوش نافلة. يقول إذا لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت، وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت. بسم الله الرحمن الرحيم. قداش من مرة عملنا فيديوهات مع بعضنا في ريليات في الانستغرام، كنا جاوبنا على الأسئلة على العباد، والمرة هذه قلنا علاش لا نعملوا فيديو مطول شوية ويكون على شكل بودكاست، وباش نحكيه بالضبط على رحلة طلب العلم. اليوم معنا الشيخ، وما يحبش يقولوا له الشيخ، سمير العلواني، طالب في الزيتونة، دارس عند الشناقطة وإمام خطيب في مسجد. اليوم على شنو باش نحكيه إن شاء الله؟ باش نحكيه إن شاء الله على طلب العلم، على التفاصيل اللي ذكرتها لي، يعني مثلا علاش نطلبوا في العلم، كيفاش نطلبوا العلم، وقتاش، وشنو هو العلم اللي باش نطلبوه، إلى غير ذلك من الأسئلة اللي إن شاء الله نحاول على قدر المستطاع، ولو أنك أنت خطفتني خطفان ما أنا في باليش مثال. ف نجاوب على قدر الاستطاعة إن شاء الله، وربي يوفقنا إن شاء الله. به هو من الأسئلة معناتها اللي ديما يسألوهم العباد كما قلنا، عندك علاش بالضبط نطلبوا العلم، وخاصة كيفاش نطلبوا العلم، معناتها كيفاش نبداو، شنو الكتب اللي نبداو بهم، ووقتاش نطلبوا العلم، معناتها هل مربوطة الحكاية بمرحلة معينة في العمر ولا حسب المشاغل متاع العبد، وشكون لازم يطلب العلم، معناتها هل كل إنسان لازم يطلب العلم. قبل هذوما كل فما سؤال مهم الساعة قبل ما نبداو في الموضوع، واللي هو شنو معناتها طلب علم شرعي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. طلب العلم الشرعي، شوف، طلب العلم، الطلب هو إنه الإنسان يحاول أن يجد شيئا معينا، يعني هذا ايش معنى طلب، إنك تحاول باش تلقى شيء. والعلم هو إدراك الشيء على حقيقته، إدراك الشيء على حقيقته. ولذلك بعض الناس تلقاه يطلب، لا يطلب العلم، لكن يطلب في أشياء أخرى. أحيانا تلقاه يسمع في بعض المنتسبين للعلم وهو يعلم أنه هذا ماهوش علم، لكن يستقطب فيه ويكتب ويدون وكذا، هذا ماهوش علم، هو يعرف اللي هذا على خلاف الحقيقة ويطلب فيه، لكن هذا ما يتسمىش يطلب في العلم، هذا يطلب في الهوى، يطلب في الوهم، يطلب في غيره. لكن باش نقولوا طلب يطلب في العلم، لا، العلم لازم يكون أن يدرك الشيء على حقيقته، واضح؟ إدراكا جازما. طيب، هذا طلب العلم. طلب العلم بصفة عامة، مش كان طلب العلم الشرعي، طلب العلم أي علم، علم الفيزياء، علم الاجتماع، علم الرياضيات، علم أي علم من العلوم الدنيوية والتي فيها يعني نفع للأمة الإسلامية، وهذا بالنية تختلف، يعني يختلف الأجر بالنية. لكن الطلب بالعلم اللي نحكيه عليه احنا هذا في البودكاست هذا هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اللي قال هذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لما دخل السوق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد الناس منشغلين بالتجارة يعني والأرباح والعوائل وكذا. نعم. فقال قال ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد وأنتم منشغلون في تجارتكم. فكل الناس انصرفت للمسجد تشوف شنو هو الميراث تاع النبي صلى الله عليه وسلم اللي يقسم، وكل واحد يحب ياخذ قسمه. فلما دخلوا للمسجد يلقاو حلق ذكر، يلقاو حلقة بتاع تفسير، حلقة فقه، حلقة قرآن، حلقة كذا. رجعوا له قالوا له يا أبا هريرة ما وجدنا ميراثا. قال ماذا وجدتم؟ قال وجدنا حلق علم. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، اللي هو العلم الشرعي اللي نحكيه عليه، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وهنا ندخل المدخل يعني متاع طلب العلم، اللي كنت سألتوا لي سؤال، قلت علاش علاش، هذا هو علاش نطلبه في العلم.
يعني احنا توا انا نحب نبدا لك بآية قرآنية. ربي عز وجل يقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. يعني ربي عز وجل لما أراد أن يشهد أحدا على وحدانيته، يعني أنت يا أخوي كاظم مثلا لما تتزوج إن شاء الله ويرزقك ربي بنت، ربي إن شاء الله يرزقنا أجمعين، يعني والبنت هذه تكبر وباش تتزوج، أنت لما تحب تلوج لها على شهاد باش يشهدوا لها في عرسها، شكون تلوج؟ باش تلوج أراذل القوم؟ شكون باش تلوج؟ شوف الناس الثقات معناتها والمعروفين نعم بأخلاقهم. نعم الثقات المعروفين بأخلاقهم نقول يعني علية القوم، أكابر القوم. ولذلك ربي عز وجل لما أراد أن يشهد على وحدانيته، وهو غني عن أن يشهد على وحدانيته، لكن لما أراد أن يشهد أشهد الملائكة وثنى بأهل العلم. هذا دليل على أن أهل العلم من أكابر القوم، من علية القوم، يعني في الخاصية، يعني من علية القوم على خاطرهم عندهم خاصية وهي العلم الشرعي. فيعني هذه الآية يعني القرآنية، يعني احنا مثلا لما نقولوا علاش نطلبوا في طلب العلم، أول حاجة إنه العلم هذايا تنجم تفهم به فرائضك، يعني أمور دينك. أحيانا تقعدش أنت كل مرة تسأل في واحد يقول لك يجوز، واحد يقول لك لا يجوز، واحد يقول لك حرام، واحد يقول لك حلال، وبالتالي لازمك أنت تتعلم أمور دينك. على الأقل هذه من بين النوايا إنك تعرف أمور دينك، تعرف لما تجي مسبوق في الصلاة كيفاش تتمم صلاتك، تعرف لما تتزوج بامرأة تعرف كيفاش تتعاملها، تعرف لما تجيب طفل تعرف كيفاش تعامله. هذا كله في طلب العلم تقراه. تعرف لما تتعامل مع بنك، تتعامل مع تجار في السوق، تعمل كذا، تعرف كيفاش يعني تتعامل معهم وفقا للشريعة. وأنا هنا نجم نستحضر قصة لابن حزم رحمه الله. ابن حزم الإمام الكبير، ابن حزم في بدايته، هذه القصة على ما أظن ذكرها الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، قال ابن حزم يروي يعني قال: دخلت للجامع وهو عمره وقتها 26 سنة وما زال ما يعرف حتى شيء من العلم، ما عندوش حتى علاقة بالعلم الشرعي. فدخل المسجد باش يصليوا على شخص جنازة، والجنازة باش يصليوا عليها بعد صلاة العصر. هما دخلوا باش يصليوا العصر، وبعد ما يصليوا العصر يصليوا الجنازة. فهو لما دخل جلس في المسجد، جاء راجل قال له: قم فصلي ركعتين تحية مسجد. حشم ابن حزم، قال لك تو انا حسها كنا فريق يقولوا احنا رزينا، ايوه حسها رزينا. فقام وصلى ركعتين، بعد صلوا الجنازة وكملوا، مشاو جفنوه. بعد هو هذا بعد صلاة العصر، هو انسى حاجة في المسجد، انسى مش عارف انا اي حاجة، ساك وانسى حاجة باش رجع باش يجيبها. كي دخل المسجد بعد صلاة العصر قال لك انا تو كان مانيش باش نصلي ركعتين، باش يقولوا لي صلي ركعتين. فصلى ركعتين، فبعد ما صلى ركعتين قالوا له: علاش صليت ركعتين؟ لو بعد العصر ما نصليوش نافلة. ما فهمش. فمن وقتها قع في إحراج معناه. فمن وقتها لوج على الفقيه متاع البلاصة اللي هو فيها، وبدأ من وقتها يعني، ويقال انه لوج على موطأ الامام مالك وبدا به يعني رحله طلب العلم. نعم، فهو بدا رحله طلب العلم من غادي. وهنا كما قلت لك معناها، فهنا باش ما تقعدش في الاحراج هذايا يعني تطلب العلم. الامر الثاني اللي من اجله تطلب العلم هو ان هذا العلم اللي تطلب فيه وتتعلم وتحفظ في المتون وتحفظ في القرآن وتحفظ في الاحاديث وكذا، هذا الكل هو مطيتك امام الله عز وجل. ايش معنى مطير؟ يعني يوم القيامة لما ربي عز وجل يقول لي ايش عملت في دنيتي، قل له: يا ربي عز وجل، يا ربي راهو هذا العلم، هذا الحفظ، هذا الجهد اللي عملته راهو يعني من أجل أن ترحمني يوم القيامة. لأن ما نعرفش كان تدخل في الحديث معناتها متاع شبابك فيما أفنيته. نعم تدخل في حديث صحيح، أحسنت، أي تدخل في شبابك فيما أفنيته، أو عمرك فيما أفنيتك، وشبابك فيما قضيته على ما أظن في رواية. فهذه تدخل ولو أنه شباب وشيب بالضبط. كما قال الإمام أحمد. نعم كما قال الإمام أحمد: مع المحبرة إلى المقبرة. وبالتالي معنى الإنسان مش مربوط بعمر باش يطلب العلم، وهذا تنجيه إن شاء الله. الأمر الثالث اللي من أجله نطلب، لأنه يورثنا التقوى.
العلماء أو الطلب، إذا كان طالب علم يطلب في العلم وهذا العلم لم يورثه تقوى على أرض الواقع، فهذا ما هوش طالب علم، فهذا ما يطلبش العلم أحسن له. للناس معناتها يمكن مش باش تفهم كلمة تقوى، زيد توضحها لنا شوية معناتها. أي نعم، تقوى عرفها العلماء بكثير من التعريفات، لكن هي أنك تخشى ربي عز وجل في أوامره وفي نواهيه. يعني ربي عز وجل لما يقول لك أمر لازم تمشي به، يقول لك ربي عز وجل هذا حرام تبعد عليه، يقول لك هذا واجب لازم تعمله، يقول لك هذا مستحب تسارع له. وبالتالي فهذه هي التقوى، انك تخاف من ربي عز وجل وتستعد يعني الى يوم الاخر الى غير ذلك. هذه التقوى. فانا قلت اذا كان الانسان طالب العلم هذا ما يورثوش العلم التقوى، فهذا الاصل انه ما يطلبش العلم. ما يطلبش العلم علاش؟ يقول الامام الألبيري في تأيته، وهذه تأية يعني تحث على طلب العلم وكذا، يقول إذا لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت، وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت. وبالتالي معناها الإنسان مش معناها أني نجمع في المعلومات ونحفظ كذا وأنا حافظ القرآن وحافظ 500 حديث وحافظ متن كذا، هذا مش العلم. ربي عز وجل يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. وبالتالي إذا العلم لم يورثك خشية فهذا ليس طالب العلم. وبالتالي هذا من نوايا اللي الإنسان يطلب على خطرها العلم، أنه تقربوا من ربي عز وجل. فهمت؟ نسأل الله التوفيق والسداد إن شاء الله. بالنسبة للسؤال الأول علاش نتصور واضح إن شاء الله. تو نتعداو للسؤال الثاني واللي هو كيفاش. برشا عباد يجيو باش يبداو في طلب العلم يقول لك ما يعرفش شنو الكتب اللي يبدا بهم، مثلا نحكيو على اللغة ولا على الفقه ولا وصول فقه، يقول لك منين نبدا. وخاصة فما حاجة أخرى زادة ديما تصير للعباد، كونه كيفاش ينجم يقسم الوقت نتاعو وينسق بين طلب العلم وحفظ القرآن. معناتها لنا شنو تنجم تقول لهم العباد بالضبط؟ والله بالنسبة للسؤال هذا، شوف، بالنسبة للقرآن وطلب العلم، هنا إذا كان الإنسان مازال صغير في عمره، مازال هو يعني في بداياته، مازال صغير يعني مازال مبلغش ولا حتى في بداية البلوغ وكذا، هذا راه لازم يبدأ بالقرآن ولا يخلطه بشيء، يركز على القرآن. هذا الأصل. ما دام أنت تحب روحك مشروع طالب علم، ما تخلطش القرآن بحد شيء، تكمل القرآن الكل وبعد تبدأ في التدرج في طلب العلم. لكن إذا الإنسان هكا شباب وكبير في عمره وراشد وقاعد معناها وعنده أمور في حياته، في طلب في مثلا في صلاته، في معاملته مع أسرته، مع التجار، مع أصحابه، مع كذا، فيحتاج إنه يعرف الأحكام الفقهية، فهذايا لازم باش يولي يوازن بين القرآن وطلب العلم على حسب القدرة. فلازم يوازن بين طلب العلم والقرآن. ولكن المهم ما يسلمش في القرآن، لأنه يعني برشا ناس تلقاه حافظ القرآن مثلا، يقول لك أنا حافظ القرآن، ولكن هو ما يعرفش حتى كيفاش يرقع صلاته. والعكس زاد، تلقاه يطلب في العلم وحافظ المتون وحافظ كذا، وتسأل على مسائل فقهية يعرف، لكن ما هوش حافظ حتى آية من القرآن. وهذا ابن عبد البر رحمه الله قال وحفظ القرآن بالمعنى، يعني أنا مش نروي، قال وحفظ القرآن شرط لازم في من أراد أن يطلب العلم، شرط لازم قال فيها ابن عبد البر. بالتالي القرآن لازم لا تتخيل أنت طالب علم ومش حافظ القرآن. فهذه مسألة أولى. المسألة الثانية اللي أنت شنو قلت لي، مسألة الكتب، معناتها يقول لك شنو الكتب باش نبدأ بهم، شنو المتون، معناتها ما يعرفش التدرج في طلب العلم كيفاش يكون. أي طلب العلم، شوف، بالنسبة للتدرج، أولا أنا أحب ننصح نصيحة، إذا كان الشخص يقرأ على شيخ معين فالشيخ هو اللي باش ينصحه الكتب اللي باش يقرأ. الكتب اللي باش ينصحك بها شيخك راهي هذيك هي تدرج هو يعرف ما يصلح بك. لكن عموما باش نحكي واحنا عموما انه اللي متداول واللي معمول به، يعني احنا مثلا كي نشوفوا علم النحو مثلا، علم النحو انت لازمك تبدا بالاجروميه، هذاك لازم الاجروميه متنا او نظما،
ثم تنتقل إلى يعني الدروس النحوية أو إلى قطر الندى على حسب قدرتك وعلى حسب إتقانك. ثم بعد قطر الندى عندك ألفية ابن مالك أو الكافية لابن الحاجب. ولكن أنا نحب ننبه تنبيه، وهذا خليني ننبهه بعد ما نكمل الكتب باش نفهمه. احنا عندنا هذا قلنا في علم النحو. نعم. طيب عندنا مثلا زاد أصول الفقه. أصول الفقه احنا باش نقراو إيصال السالك في أصول مذهب الإمام مالك، ثم قرة العين للإمام الحطاب في شرح ورقات الإمام الحرمين، ثم عندك مرتقى الوصول لابن عاصم الغرناطي رحمه الله، وعندك كتاب تنقيح الفصول للقرافي، وهذا الشيخ طاهر بن عاشور رحمه الله عنده عليه حاشية، وأظن الشيخ الياس دردور ربي يحفظه عنده عليه شرح، فهذا ممتاز. ثم بعد ذلك إذا كان الإنسان باش يترقى لنظم مراقي السعود لسيدي عبد الله الشنقيطي، هذا ممتاز، هذا فيه أصول الفقه المالكي خاصة، وهذا هو. فيعني الإنسان يتدرج يعني في طلب العلم. هذا بالنسبة لأصول الفقه. بالنسبة للفقه، وعندنا سؤال خاصة في الفقه زاد مع الكتب، فما برشا عباد يقول لك معناتها حكاية المذاهب، معناتها يقول لك هل لازم نتبع مذهب معين؟ هل نمشي بمذهب البلاد؟ هل نجم ما نتبعش حتى مذهب؟ لنا شنو نجم نقولوا لهم بالضبط؟ طيب أولا الساعة تدرج في كتب الفقه. عندنا كتاب الأخضري رحمه الله، مختصر الأخضري في الطهارة والصلاة، وهذا كتاب ممتاز جدا خاصة في مسائل السهو. عندنا بعده يجي ابن عاشر أحسنت، يعني في العبادات يعني. ثم بعد ابن عاشر تجينا أسهل المسالك لمحمد بشار رحمه الله، ومنهم من يقول أنه يكون الرسالة القيرواني قبل، ولو أنه الشناقطة رحمه الله وحفظها من كان حيا منهم يقدمون أسهل المسالك على الرسالة، وهذا لأسباب من بينها أنه أسهل المسالك أبوابها منظمة ومنقحة، يعني محمد بشار من المتأخرين لكن الإمام القيرواني من المتقدمين، فبعض المصطلحات ما لم تكن مضبوطة في عهد الإمام ابن زيد رحمه الله. فعلى كل يعني عندنا الأخضري، ثم عندنا ابن عاشر، ثم عندنا أسهل المسالك، ثم عندنا الرسالة، ثم يأتي مختصر خليل، أو يعني أقرب المسالك الإمام الدردير هذا لأنه اختصر فيها مختصر خليل يعني. فالإنسان يتدرج في هذه الكتب بإذن الله، يعني يصير فقيه مبرز يعني إن شاء الله تعالى. هذه مسألة. لكن أنا قبل ما سؤالك هذه متاع المذاهب، لحظة، أنا فقط قلت ننبه على حاجة بعد ما نتكلم على الكتب. قلت أنه أراه التدرج هذا مش معناها أنا نقرأ كتاب ثم كملت الكتاب هذا نتعدى الكتاب الآخر، لا، ثم شرط باش تتعدى من كتاب لكتاب، وهو أنك تتقن ذلك الكتاب. لازم إتقان الكتاب باش تتعدى الكتاب اللي بعده، وإلا راك تضيع في وقتك. وأنا نذكر هنا طرفة لأحد مشايخنا، جاء شخص قال له يا شيخ نجمت، حبيت نحفظ المتن، حبيت نفهم شيء، ما نجمتش، أعطيني حاجة ناكلها أو نشربها تقوي لي الذاكرة وكذا. فقالوا ننصحك، شفت الكاغذ متاع الكتاب كولوا ماكله، باش هذاك الحل الوحيد. وبالتالي يعني وهذا دليل على انه مش اي حد راهو ينجم يطلب العلم، وهذا باش يجينا ان شاء الله، يعني لو عندنا وقت ان شاء الله نحكيو فيه. مش اي حد راهو العلم الشرعي، مش كما يظن بعض الناس اللي ما عنده ما يعمل يمشي يطلب العلم. العلماء بتاعنا الامام القرافي والامام وابن تيمية رحمه الله وابن عبد البر وغيرهم من العلماء، والبخاري واحمد بن حنبل والامام مالك رحمه الله وغيرهم كثير، هذم جهابذة، هذم راهم نوابغ يعني احنا لما نتكلموا على العلماء وخاصة علماء المالكية وغيرهم، راهو عندنا ناس نوابغ بأتم معنى الكلمة. انت تعرفك توا يجي شخص مثلا عرفتهم اللي يجيبوهم في التلفزة مثلا يقول له 5490 في 534 مثلا، احسبها لي في لحظة، يحسبها لي. اي هما كانوا كيف هك، هذم كانوا كيف هك، كانوا من الناس هذوك. وبالتالي هذا تو يجينا ان شاء الله نحكيه فيه ان شاء الله. لكن فانا قلت لك مش اي واحد راهو يطلب العلم هذا راهو للنوابغ، للناس اللي عندها
ذكاء وعندها فطنة وعندها يعني فما شروط باش تتوفر. وهذا ما هوش تثبيط للناس يعني، بالعكس، حتى ولو لم تدرك كل العلم فانك باش تدرك على الاقل فرض عينك اللي طبق به فراض عينك يعني ان شاء الله. هذا هو، هذا للتنبيه. شنو قلت لي انت السؤال؟ مساله المذاهب. شوف يعني تقصد انت المذهبيه ولا مذهبيه؟ اي شوف الاختلاف هذا موجود من قبل، لكن انا نحب نطرح المساله من منطلق عقلي. للناس اللي تقول احنا نتبع السنه ولا نتبع مذاهب، هذا المنطلق بتاعي. يقول لك انا لست مذهبيا. طيب انت لما نقول انا لست مذهبيا شنو باش تعمل انت؟ اولا باش تطرح كتب المذاهب الكل، سواء المالكيه ولا الشافعيه ولا غيرها باش تطرح اقوال العلماء، باش تمشي ديريكت تصب للقران وتصب للسنه. طيب هل انت مؤهل؟ انا السؤال هذا راهو موش ولا تعجيزي، سؤال يعني باش اللي يسمع ينجم يجاوبني. يعني هل انت مؤهل انك تستنبط الاحكام وتفهم الكلمات والمفردات من القران ومن السنه؟ هل مؤهل ولا ماكش مؤهل؟ خليك تجرد الحق باش تقول لي مؤهل معاك. اما كيفاش تكون مؤهل انت؟ هل انت دارس علم النحو، دارس علم الصرف، دارس علم البلاغه، دارس علم مفردات العرب، دارس علم اصول الفقه، دارس علم الحديث، دارس علم المنطق، دارس بعض العلوم التي لها صله يعني بانك لازم تكون هذه علوم آلة لازم تكون عندك باش تنجم تستنبط من الاحكام هذه. اذا باش تقول لي انا دارس هذا الكل فانت عالم مجتهد معناه، فوقتها امشي يعني ابحث واللي تشوفه انت صحيح طبقه. لكن احنا نحكيو على الناس طلبة العلم والا حتى العوام اللي هو لم يرتقي الى مرتبة الاجتهاد، هذا لا يسعه الا ان يتبع مذهب. طيب باش تقول لي انا ما نتبعش مذهب باش نتبع الشيخ الفلاني مثلا، الشيخ الفلاني اللي هو اللي يقول لي حرام ولا حلال على خاطره هو يتبع السنه. هذا سؤال، لو انا نحكي صدقني انا نحكي توا بتجرد يعني. طيب انا لما انا تبعت مذهب مالك يعني انا تبعت فتوى الامام مالك وانت تبعت الشخص هذاك، هل انت تعتبر روحك ماكش متمذهب؟ لا انت متمذهب. علاش؟ لانك تمذهبت بمذهب ذلك العالم، وبالتالي راهو مذهب مش معناها جاي خلى القرآن والسنة على جنب ومشى عمل دين وحده. لا، المذهب راهي طريقة يعني لاستنباط العلماء، لاستنباط الأحكام الشرعية، وهو أخذ القرآن وأخذ السنة وبدأ يستنبط منهم وكذا بالعلوم الآلة التي لديه. وبالتالي أنا سؤالي لهنا، إذا كان الإمام مالك رحمه الله يقول فتوى والمالكية يقولوا فتوى والشيخ الفلاني هذا المعاصر يقول فتوى، أنا شكون باش نتبع؟ الأولى لي والأضمن باش نتبع الإمام مالك. واضح ولا؟ وبالتالي هنا فأنت هنا ماكش هارب من التمذهب، مش تتمذهب هكا ولا هكا. فهنا التمذهب على مذهب من الأئمة المعتبرين التي يعني الذين تلقتهم الأمة بالقبول أولى من أنك تتبع عالم مع جلالته وقدره، لكن لا يرتقي انه يكون في علم و يعني في علم هؤلاء الفطاحل الكبار العظماء كالإمام مالك والشافعي وغير ذلك وغيرهم من العلماء الكبار. مسألة المذهب تو في حد ذاتها، احنا تو خرجنا من اللامذهبية ودخلنا في المذهب. المذهبية هنا العلماء قالوا 3 أقوال، منهم من قال بالمنع وهو قليل لهذا من اللي قالوا باللامذهبي، ومنهم من قالوا بالجواز، منهم قال جائز انك تتبع مذهب، ومنهم من قال بالوجوب، واجب عليك تتبع مذهب معين، وكل واحد له أدلته. واضح ولا؟ لكن الحقيقة يعني الوجوب يكون أقرب في عصرنا الحالي، ولو أنه بعض الناس يمكن يقول التمذهب جائز ولا تلزمني، لكن هو أنه جائز، لكن في عصرنا الحالي يكاد يكون واجب.
الوجوب هو الذي يتعين انك تتبع مذهب من المذاهب. باهي. لانه سامحني يا اخويا كاظم، لانه يعني مثلا انت راهو فما احكام متعارضه بين المذاهب. يعني انت لما تقول لي انا باش نتبع الامام مذهب الاحمد في شيء ونتبع الامام مالك في شيء اخر، معلم الامام احمد يعني او الامام مالك مثلا يقول بان البسمله مكروهه في الصلاه. الامام مالك رحمه الله يقول البسمله مكروهه، والامام احمد بن حنبل يقول انه البسمله واجبه. هي فض لي المشكله هذه، انت تو كنت تفض لي المشكله هذه، تو انا نخلي ما تتبعش حتى مال. هذا سؤال معناتها في نفس النقطه. العباد يقول لك معناتها هل شنو المذهب، معناتها فما عباد ما عندهمش فكره جمله على المذاهب، يقول لك هل نتبع من مخي معناتها المذهب هكا اللي حسيته قريب ليلي ولا حاجه نتبعه، ولا نتبع المذهب اللي موجود في البلاد، ولا مثلا كان نعيش لبرا معناتها شنو المذهب اللي نختاره؟ كيفاش نجم نختار المذهب نتاعي معناتها؟ نعم. اختيار المذهب اولا الساعه راهو المذهب كما قلنا باللي نعاود نفسرها باش تتفهم. المذهب راهو ماهوش دين جديد، راهو الامام المعتبر اللي هو ينسب اليه ذلك المذهب راهو يعني درس العلم على التابعين، والتابعين درسوا على الصحابه اللي هم موجودين في ذلك في المدينه، والصحابه درسوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هو استنبط احكاما لم تكن يعني موجوده. يعني احنا مثلا في الصلاه واجبه، راهي مش الصلاه واجبه مذهب الامام مالك، الصلاه واجبه هذه باتفاق الناس وباتفاق العلماء. وبالتالي احنا نحكيو على المذهب في الاشياء المختلف فيها مش الاشياء المتفق عليها. هذه مساله. أنا لما نقولوا الامام مالك المذهب المالكيه او الشافعيه مش معناها حصرا في الامام مالك، ومش معناها هو جاء دين جديد. باهي. الامر الثاني قلت لي انت شنو المذهب اللي نتبعه؟ هل على مخي وزي راسي ولا لا؟ اختيار. باهي. شوف، الاولى انه الانسان يتبع مذهب اهل البلد، ولو انهم كلهم مذاهب معتبره، وكل مذهب له ميزات، مش وقته باش نحكيه احنا في كل ميزه كل مذهب. كل مذهب عنده ميزات، واضح؟ لكن ماهوش وقته. كان جينا ان شاء الله في بودكاست اخر لعل نحكيه على تاريخ الفقه، كيفاش وصلنا الفقه من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى عصرنا الحالي، كيفاش وصل وكيف هم العلماء وكل واحد على شكون قرأ وكذا، تفهم وقتها ميزات المذاهب. لكن قلنا الإنسان الأولى أنه يتبع مذهب البلد. وابن خزيمة رحمه الله لما سافر له واحد يعني مشى له قالوا يا إمام نحب نطلب عندك الفقه. قالوا من أي بلاد أنت؟ قال من بلاد كذا. قال اذهب إلى بلادك وتعلم مذهب بلادك. هذا ابن خزيمة اللي هو الحنبلي، واضح ولا؟ وبالتالي مذهب البلاد أولى. علاش؟ باش ما تصيرش فتنة، وباش ما خطر العوام ما يعرفوش. يعني احنا صحيح ممكن بعض الناس يعرف انه اختلاف يعني مثلا معتبر، يعني اختلاف يعني يعني باش نقول انا الاختلاف يعني لا يفسد للود قضية. لكن بعض الناس يشوفك مثلا تعمل في المسألة هذه ماهيش على مذهب مالك مثلا فينكر عليك، وانت تبدا متبع مذهب الامام احمد مثلا، تشوف الاخر عملها على مذهب المالكي تنكر عليه. ساعات يشوفها في الانترنت معناتها على مذهب معين. هذا هو، فهذا الاشكال، فهذه الفتنه درءا لها الانسان يتبع مذهب البلاد. وعلى فكره انه راهو العامي اللي هو لا يفهم شيء، لا يفقه شيء في الدين، راهو مذهبه مذهب مفتيه. معناه هو اصلا ما يعرفش المذهب المالك شنو يقول ولا مذهب الشافعي شنو يقول. لكن انت باش تمشي المفتي او شيخ تعرفوا أنت اللي هو عالم من العلماء ذا علم وذا ديانة وذا خشية وذا ورع وذا تقوى، باش تمشي له وتعرفوا لما يفتيك ماهوش باش يفتيك على مصلحة، وقتها تمشي له وكل حاجة تمشي تسأله عليها. ولو أنه بعض المشايخ رحمه الله كما الشيخ السلامي رحمه الله الصفاقسي حرم أنه الإنسان يسأل زوج علماء. ما تسألش، اسأل واحد برك وامشي باللي يقولك عليه، مش بداش تتبع في الرخص. احنا قلنا بعض السلف يقول من تتبع الرخص اجتمع فيه الشر كله، واضح ولا؟ نسأل الله السلامة والعافية. امين. تو ما شاء الله زوز اسئله الاولى خذاو منا برشا وقت يتسماو، نتصور معناتها نقترح كان الزوز الاسئله الجايين نوليو نخليهم في حلقه اخرى ان شاء الله باش نجموا نحكيو باكثر تفصيل. مازال برشا اسئله عندك ما شاء الله. اي حاضرين ونزيدوا نشوفوا العباد عندهمش اسئله ما شاء الله. ربي ييسر ان شاء الله. ما يسالش. مرحبا بكم ان شاء الله، ملتقانا في جزء ثاني ان شاء الله. الله يبارك فيك.